السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخمر حلال ما لم يسكر، والأم يحق لها أن تحصل على ولد بالزنا ودون أن تتزوج، والجميع سيدخل الجنة حتى المشركين. هذا ما يحدث عندما يتبع الإنسان هواه ويؤول النصوص على مزاجه. انتشرت في الآونة الأخيرة فئة يسمون أنفسهم التنويريين أو القرآنيون، وينسبون أنفسهم للإسلام، لكنهم لا يؤمنون بالسنة بالأحاديث النبوية جملة وتفصيلا، ويدعون أنهم يعملون العقل، أننا يمكننا أن نفسر القرآن على هوانا دون العودة لسنة أو علماء. جميل، فلنشاهد ما الذي حدث بعد أن شغل هؤلاء عقولهم وبماذا أتحفونا وخرجوا لنا. فلنشاهد هذا الفيديو. أولا بالمصحف ما في شيء اسمه ابن زنا، هي من بالك مفهوم ابن زنا غير موجود أصلا، هذا اخترعه الفقهاء. ستة، أول واحدة الزنا، واحدة منهم هو الجنس العلني، ولو في عقد، يعني الفواحش، ولو في عقد مع فواحش وحتى لو مع مدامته، الجنس العلني. اثنين، الجنس الجماعي، هذه هو سفاح. الجنس الجماعي يعني رجل مع عدة نساء، عدة رجال لا امرأة، عدة رجال مع عدة نساء، هي اثنين. ثلاثة، نكاح المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم. أربعة، نكاح المتزوجة. خمسة، نكاح مرت الأب، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هي ستة، المثلية، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أختان. الختان هو المثيل الجنسي. هذول الفواحش اللي قال عنهم. طيب معنى ذلك والحلال؟ الحلال الزنا حلال. الزنا المحرم هو فعل الزنا أمام الناس، أو الزنا الجماعي، أو زنا المحارم، وما عدا ذلك فهو حلال، واستمتع كما تشاء. نعم، فلا غريب مع من يدعون أنهم تنويريين. وهل هذا تنوير أم اتباع للهوى؟ إشاعة الزنا بين الناس بما يتوافق مع الهوى الشيطاني. جميل، وماذا بالنسبة للخمر؟ هل هو حلال أم حرام؟ فلنشاهد هذا الفيديو. الخمر ليست حراما في ديننا، الله يقول في كتابه العزيز: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الذي لا نتقبله البتة هو السكر. هناك آية أيضا في القرآن تقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الخمر مباحة وليست سكر. هؤلاء الناس الذين يشربوا ويتناولون الخمر من حقهم، تلك حريتهم. تقول لك 40 يوم حرام تشرب الخمر. هذه تعاليم الفقهاء. الخمر حلال ما لم يسكر. اشرب بالقدر الذي تريد، لكن عندما تشعر بالدوخة والغثيان توقف. لاحظ تحريف الكلمات واللعب على تأويل الآيات. ما حرم بالقرآن واضح وصريح، وما ذكر أنه يجب اجتنابه هو أشد من التحريم. لو أكدنا اجتنبوه يعني ابتعدوا عنه ولا تقربوه، تصنيعه أو بيعه أو الاقتراب منه تحت أي حال من الأحوال. هل هذا الفكر منتشر في بلادنا؟ حقيقة أنه غير منتشر، وأتباعه قليل جدا، لكن دعمه عالي وصوتهم مسموع، لأن هذا الفكر مرضي عليه غربيا ويدعم بقوة. وآخر ما توصلوا له المجموعة التي نظمت بث سمومها في مصر تحت مسمى جماعة تكوين، والعشرات ممن تحت أسمائهم ألف خط أحمر، والجميع بات يعلم من يدعمه يجعل لهم صوتا عاليا في بلداننا كقنوات بإدارات غربية لكنها بمسميات عربية كالحرة وغيرها. إذا ما هدف هذه الجماعة التي تدعي أنها تنويرية؟ هدفها تمييع الدين وضرب عقيدة المسلمين الصحيحة لتتماشى مع الانحلال الغربي الشيطاني. هناك أدلة لامستها شخصيا ورأيتها بأم عيني. في أحد الأيام كنت أجلس مع أصدقاء لي نتناول العشاء، فأذن المغرب فقمنا توضأنا وصلينا، ليتفاجأ بأحد أقرباء صديقي بقي جالسا ولم يقم ليصلي، وبعد أن أنهينا صلاتنا نظرت له نظرة: لماذا لم تقم صلي معنا؟ فاجأ بأنه يفسر القرآن على هواه وأنه من جماعة التنوير. قال لي أن مفهومي للصلاة ليس كمفهومكم أنتم تقومون بالصلاة بالمفهوم الذي أتاكم من السنة، وأنا لا أؤمن بهذه الأحاديث. أنا فسرت القرآن على هواي ووجدت أن الصلاة هي صلة مع الله ولا تحتاج لأن أقوم وأتوضأ وأتحرك بجسدي، فأنتم قمتم بالصلاة وأنا أيضا قمت بالصلاة. فقلت له متفاجئا: وكيف قمت بالصلاة؟ فقال: أديتها وأنا جالس، فهي صلة وصل ولا تحتاج لهذا العناء الذي تقومون به. نعم، هذا الفكر والله يا إخوان قمة الهبل والسفاهة. يدعون أنهم قرآنيين وكأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو لم يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو أنهم لا يريدون أن يسمعوا. رأيكم لو أصبحت الأمة الإسلامية قاطبة كل يفسر القرآن على هواه فماذا سيحدث؟ هؤلاء الذين ذكرناهم بالحلقة 3 أو 4 أشخاص
كل يفسر الدين على هواه، وكل يفسر القرآن على هواه، فما بالك لو أصبح 1,500,000,000 إنسان يفسر الدين والقرآن على هواه؟ ما الذي سيحدث؟ الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام قرآنا وسنة. لا تنسى أن تشارك الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن من الناس، لنحذر الناس من هذا الفكر الأعوج الذي يسعى إلى تدمير الأمة من خلال أجندات ومشاريع غريبة عنها.